وبسبب وجود سد الفرات في الطبقة وحاجة الطبقة لكوادر هندسية قادرة على العمل وتطوير العمل في هذا المجال، تم الاتفاق على البدء بافتتاح معهد هندسي يضم فرعين الميكانيك والكهرباء لتخريج كوادر قادرة على العمل ضمن هذين المجالين. كانت هناك حاجة لافتتاح معهد أو أدب اللغة الكردية، وذلك لدعم أو لرفد مدارسنا بمعلمين اللغة الكردية أثناء تدريسهم للغة المكون أو تدريسهم اللغة الأم للمكون الكردي ضمن مدينة الطبقة. تم افتتاح فرع جامعة الشرق ضمن مدينة الطبقة منذ يومين أو ثلاثة. عدد الطلاب الحمد لله جيد، يعتبر جيد، يتجاوز 30 طالب في المعاهد الثلاثة. الإقبال هناك الحمد لله جيد نوعا ما. طبعا كان فرع جامعة الشرق في مدينة الطبقة ضمن المفاضلة العامة لمنسقية الجامعات في شمال وشرق سوريا، وتم فرز المعدلات من قبل منسقية الجامعات في شمال وشرق سوريا، حيث أن جامعة الشرق في الطبقة كانت قد أدرجت ضمن المفاضلة العامة للجامعات بعد انتهاء تقديم شهادات الثانوي في شمال وشرق سوريا، وحصل الطلاب وحسب معدلاتهم على فرصة الدراسة ضمن جامعة الشرق في الطبقة. طبعا هذه الخطوة هي الأولى من نوعها بالنسبة لمدينة الطبقة. لم يكن هناك تواجد لأي دراسة أو تعليم عالي ضمن مدينة الطبقة خلال السنوات الماضية أو منذ تأسيس هذه المدينة. كانت تقتصر الدراسة حتى المرحلة الثانوية، ثم يضطر أبناء الطبقة للالتحاق بالجامعات في المناطق الأخرى. هذه الخطوة هي الأولى من نوعها في مدينة الطبقة، حيث تم افتتاح فرع لجامعة الشرق، وهذا ينفع مواطني مدينة الطبقة خاصة الفتيات منهن، حيث أن الأهالي يطمئنون أكثر عندما تكون الجامعة ضمن المدينة، وبالتالي نفتح باب أو تكون هناك فرصة أكبر لإكمال الفتيات لدراستهن الجامعية. نحاول دائما تطوير قطاع التربية والتعليم. تم افتتاح معهد لإعداد المعلمين ضمن مدينة الطبقة لرفع مستوى المعلمين وتزويد المعلم بشهادة معهد إعداد المعلمين، خاصة ممن يحملون الشهادة الثانوية فقط، فهو معهد حاليا خاص بالمعلمين ضمن ملاك التربية والتعليم. تم أيضا افتتاح مؤسسة اللغة الكردية وهي تابعة لهيئة التربية والتعليم في الطبقة. تم اعتماد كما قلت سابقا منهاج الإدارة الذاتية بشكل كامل ضمن مدارس الطبقة في المراحل الثلاثة، وهذه أيضا تعتبر مقاطعة الطبقة المقاطعة المحررة الأولى التي تعتمد منهاج الإدارة الذاتية بشكل كامل حتى المرحلة الثانوية. خلال العام الماضي أعلنا عن قبول طلبات التقديم الحر على شهادة الإدارة الذاتية الإعدادية والثانوية، وكان الإقبال جيد. هذا العام أيضا أعلنا منذ فترة عن بدء التسجيل للتقديم وفق النظام الحر للشهادة الإعدادية والثانوية، وهناك إقبال أيضا جيد من قبل طلابنا ومن قبل أبناء مدينة الطبقة. نأمل أن نصل إلى مستوى أفضل خلال الأعوام المقبلة. الصعوبات هي صعوبات مشتركة لكل هيئات التربية والتعليم: ترميم المدارس التي تدمرت خلال سنوات الحرب الطويلة، الكثافة العددية للإقبال الطلاب، نظام الفوجين الذي نعتمده في مدارس المدينة حصرا بسبب ازدحام الطلاب وقلة الأبنية المدرسية. طبعا هناك هذه الصعوبات والتحديات، هي نحاول وفق الإمكانيات أن نقدم أقصى ما لدينا لنستطيع أن نرمم هذه المدارس. طبعا هناك مشاريع استثمارية أيضا رفعناها خلال العام الدراسي 24-25 خلال عام 2025 فيها ترميم لعدد كبير من المدارس، آملين ضمن خطتنا الاستراتيجية التخلص من نظام الفوجين الذي يشكل عبئا على الطالب وعلى المعلم. أيضا نقص الاختصاصات، وهو الحل كان بافتتاح فرع الجامعة. هناك بعض الشهادات ضمن الاختصاص مثل خاصة المواد العلمية، رياضيات، فيزياء، كيمياء، نجد فيها نقصا
عندنا بعدد المدرسين الذين نحتاجهم. لذلك نعتمد على جامعاتنا، جامعات شمال وشرق سوريا، لتخريج الكوادر القادرة على العمل ضمن هذه المجالات أو الاختصاصات.